السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاة الفنان هاني شاكر في باريس. تفاصيل اللحظات الأخيرة ورحلته مع المرض. الأحد السادس من مايو 2026 رحل عن عالمنا الفنان هاني شاكر عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع قصير ومرير مع المرض في أحد المستشفيات الكبرى بباريس بفرنسا. وجاءت الوفاة عقب تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة أدت إلى تدهور حاد في وظائف التنفس. كان الراحل يقيم في وحدة العناية المركزة بفرنسا، وتدهورت حالته بشكل استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وقد كانت أسرته قد فرضت سياجا من الخصوصية حول حالته. بدأت الأزمة الصحية نتيجة إصابة الفنان بنزيف حاد نتيجة عن مشكلة قديمة في القولون، وتم اللجوء للتدخل الإشعاعي في البداية للسيطرة على النزيف. وشهدت الحالة منعطفا خطيرا بتوقف القلب لمدة 6 دقائق، حيث خضع لسلاسل دورة عاجزة ناجحة. واتخذ الطبيب المعالج عبد الرحمن لطفي قرارا بإجراء عملية جراحية دقيقة رغم خطورة وضعه الصحي. بعد نجاح الجراحة واستعادة وعيه، بدأ الفنان في مرحلة التعافي الأولية، ومع ذلك وبسبب قضائه نحو 20 يوما في العناية المركزة عانى من ضعف عام في العضلات، مما دفع الأسرة لاتخاذ قرار بالسفر إلى باريس للالتحاق بمستشفى متخصص في الطبي. استهدفت الرحلة وضع خطة علاجية متكاملة لاستعادة الحركة والحياة الطبيعية، وبالفعل بدأت حالة في التحسن الملحوظ، وخرج من العناية المركزة لفترة وجيزة قبل أن تباغته الانتكاسة الأخيرة نتيجة عن فشل تنفسي أودى بحياته. إنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.